بدايتنا مع منتخب مصر، منتخبنا الوطني الأول، وبعد تصريحات انفعالية وغاضبة من الكابتن حسام حسن النهاردة، الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بيصدر التصنيف الخاص بالمنتخبات عشان قرعة البطولة اللي هتقام إن شاء الله في واشنطن يوم 5 ديسمبر المقبل، يعني بنتكلم تقريبا في 10 أيام. وجاء التصنيف كالتالي: مصر بقت في التصنيف فيما يخصهم 4 تصنيفات، في تصنيف أول تاني، احنا في الثالث، وفي بعد كده تصنيف رابع. التصنيف الأول طبعا احنا هيبقى فيه 12 مجموعة، كل مجموعة فيها 4 فرق، لأول مرة بتقام البطولة السنة دي ب 48 منتخب. المجموعة بتاعتنا ما ينفعش يكون معانا فيها أي منتخب من شروط القرعة، يعني ما ينفعش منتخبين من نفس القارة يبقوا في مجموعة واحدة ما عدا قارة أوروبا، لأن هي صاحبة العدد الأكبر من المنتخبات المشاركة في البطولة ب 16 منتخب. لكن مثلا قارة أفريقيا، آسيا أو غيرهم ما فيش منتخبين من نفس القارة يبقى في مجموعة واحدة، وبالتالي احنا مش هيكون معانا منتخب أفريقي بس، يكون معانا منتخب أوروبي، ممكن يبقوا 2، ممكن يبقوا منتخب آسيوي، منتخب من أمريكا الجنوبية، ده كله عادي. التصنيف الأول لو أنا هقوله لحضراتكم سريعا، معانا التصنيف الأول فيه منتخبات كندا والمكسيك وامريكا، طبعا كل واحده من دول اللي هم الدول المستضيفه للبطوله هيكونوا على راس مجموعه. ومعاهم اسبانيا، الارجنتين، فرنسا، انجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، المانيا. التصنيف الثاني: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، اوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، ايران، كوريا الجنوبيه، الاكوادور، النمسا، استراليا. التصنيف الثالث اللي احنا موجودين فيه: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراجواي، تونس، ساحل العاج، اوزبكستان اللي احنا خسرنا منها في الماتش الودي 2-0، قطر، السعوديه، جنوب افريقيا. التصنيف الرابع: الاردن، الراس الاخضر، كاب فيردي، غانا، كوراساو، ودي جزيره على فكره يا جماعه صعدت لكاس العالم، هايتي، نيوزيلندا. المنتخبات الاربعه اللي هتصعد من الملحق الاوروبي اللي ممكن يكون من ضمنهم ايطاليا، والمنتخبان الاثنين اللي هيصعدوا من الملحق العالمي اللي برضه ممكن يكون منهم المنتخب عربي. عندك بقى العراق، وعندك الكونغو الديمقراطيه، منتخب افريقي او منتخب اسيوي عربي يعني اللي هو العراق. فربنا يكرمنا يوم 5 ديسمبر بمجموعه حلوه، وربنا يكرمنا فيها. وطبعا عادي جدا انت كده كده هتلبس في واحد من يعني طبعا كل اللي موجودين او اغلب اللي موجودين في المنتخبات كلهم منتخبات قويه جدا، جامده جدا 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 يعني. بس طبيعي هيبقى معاك واحد من التنانين بتاعه العالم، لان المنتخب او الصف الاول، التصنيف الاول ده، انت متخيل بقى معاك ايه؟ هولندا والمانيا والبرتغال والبرازيل وانجلترا وفرنسا والارجنتين. فربنا يعني يكرمنا بمجموعه نقدر نطلع من خلالها بماتشات تليق باسم الكره المصريه. ومفيش شك ان اسود الاطلس والمغرب صعبوا الدنيا على اي منتخب عربي واي منتخب افريقي بعد الاعجاز اللي عملوه في كاس العالم السابقه في قطر. طيب